بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في حادثة تجسد الكرم والأخوة والطيبة والاحترام، تجمع عدد من أهالي ذي قار أمام دار جارهم، وذلك لرفضهم بيع منزله بسبب احتياجه للأموال لإجراء عملية جراحية نتيجة إصابته بالعجز الكلوي. وبعد أن وصل للأهالي خبر أن جارهم عرض منزله للبيع بسبب تعرضه إلى عجز كلوي ويحتاج إلى أكثر من 70 مليون دينار لإجراء العملية، تجمهر أبناء منطقته أمام منزله منشدين: شلون البيت تبيعه وأنت ابن صديقار؟ ودخلوا إلى بيت جارهم وقاموا بتمزيق قطعة الدار للبيع، وقرروا التبرع له بمبالغ مالية لغرض إجراء عمليته دون بيع المنزل. شكرا.